السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رايحين المتحف القبطي. المتحف بيضم 27 قاعة في 2 طوابق وحوالي 16,000 قطعة أثرية نادرة. يعتبر الغرض من إنشاء المتحف جمع الآثار والوثائق اللي بتسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. المتحف القبطي يعتبر من أكبر المتاحف اللي بتضم آثار قبطية في العالم. تم إنشاء المتحف بمجهودات مركز سميكة باشا، أحد الشخصيات المسيحية البارزة، وكان مهتم بحفظ التراث القبطي. المتحف القبطي موجود داخل حدود حصن نابليون الروماني، اللي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر. واجهة المتحف القبطي نسخة طبق الأصل من وجه جامع الأقمر اللي موجود في شارع المعز. المتحف القبطي فيه مخطوطات ندى من الكتاب المقدس مش موجودة في العالم. ودي عملات معدنية لقيناها في الدير الأبيض بالجارة بتاعتها في محافظة سوهاج. 400 قطعة اتحطوا في المتحف القبطي و400 قطعة اتحطوا في متحف الفن الإسلامي. في بقى مشط هنشوفه بعد شوية، تعالوا أكلمكم عنه. الأمشاط كانت بيستخدم في مصر من حوالي 5000 سنة. الأمشاط كنا بنلاقيها مدفونة مع الرجال والنساء. الخشب هو أكتر مادة كنا بنصنع منها الأمشاط. الأغنياء قوي كانوا بيصنعوا الأمشاط من العاج، وفي بعض الأمشاط كان ليها استخدام ديني. المشط ده استخدم لهدف ديني أكتر وما كانش ليه استخدام يومي. المشط ده يرجع للقرن السادس الميلادي، مصنوع من العاج والإناء في المنيا، وهو ده المشط اللي بنتكلم عنه. قاعة رقم 12 اللي موجود فيها ملابس الكهنة، ودي قاعة رقم 15 موجود فيها مخطوطات نجع حمادي. مخطوطات نجع حمادي يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادي، وهي من أهم مجموعات البردي في العالم. عرفنا منها معلومات مهمة عن المظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
مكتوب على عظم الكتف بتاع الحيوانات، وكل المكتوب هنا تعويذات صحية حقيقية. ودي قاعة رقم 17 فيها أقدم كتاب للمزامير من القرن الرابع والخامس الميلادي. احنا كده داخلين على قاعة 22 وقاعة 23 بتاعة المعادن. القاعتين دول بيحتووا على مجموعة كبيرة من الذهب والفضة والنحاس والبرونز والحديد من القرن الثالث لل19 الميلادي. الغرف دي فيها مجموعة ذات طابع ديني زي الصلبان والمباخر والأجراس وصناديق الكتاب المقدس والحاجات اللي بيستخدموها في الحياة اليومية زي المفاتيح الكبيرة والأدوات المنزلية والمجوهرات زي الأساور والقلائد والأقراط والأدوات الموسيقية والجراحية والموازين والأدوات الزراعية. ودول 3 مفاتيح ضخمة لأدية من سوهاج، 2 منهم على شكل تاج والتالت على شكل صليب مصنوعين من الحديد والبرونز والنحاس. لقيناهم في سوهاج ويعودوا للقرنين ال12 وال13. الهودج ده مصنوع من الخشب المطعم بالعاج، كان مخصص لنقل العروس اللي بتنتمي لعائلة غنية، كان بينقلها من بيت أبوها لبيت جوزها. الهودج ده يعود للقرن ال19 وكان بيحمل على الجمل قديما، يعني بيكون فوق الجمل أو بيحملوا مجموعة من الناس على أكتافهم، وهو زي عربية مخصصة لمراسم الزواج. وكده خلصنا الفيديو واشوفكم فيديو جديد. سلام.